مساء الخير، انا سالي نبيل. حابه النهارده اشارك معاكم صينيه اللازانيا القمر دي. هنعرف بقى كل تركاتها والمكونات والمقادير بتاعتها بالظبط، وهنعرف كمان التسويه بتاعتها. بس حابه الاول اوريكم هي شكلها كان ازاي بعد ما طلعت من الفرن، واوريكم الطبقات بتاعتها وازاي البشاميل. بصوا سايح خالص، لسه طالع طبعا. هنعرف الاول بقى المكونات. معانا بصلتين متوسطين متقطعين كده صغير، ومعايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا كمان نص كيلو من الطماطم اللي معصورة. وعشان البشاميل معانا 7 معالق من الدقيق، ومعايا لتر لبن، ومعايا كمان باكت مكرونة لازانيا حوالي 400 جرام. ده لصينية واحدة اللي هو المقاس المتوسط. ومعايا شوية موتزاريلا، وده طبعا اختياري، اللي مش عايز ما يحطش. وطبعا محتاجين مادة دهنية، سمنة او زبدة. وهنتعرف على التوابل واحنا شغالين على طول. على النار بقى رفعت على طول البصل، وحطيت له معلقة سمنة، وهحط له كمان معلقة ملح علشان توحد لي لون البصل. وهفضل اقلب فيه كده لغاية لما البصل يبقى اصفر. هنزل عليه على طول اللحمة بتاعتنا. كده هو وصل للون اللي احنا عايزينه، على طول هننزل اللحمة تاخد كده الصدمة بتاعتها مع حرارة البصل وحرارة الطاسة، وبعدين نروح مقلبينها شوية وهكذا. وهنحط لها نص معلقة من الفلفل الأسمر ونقلب، ونحط لها كمان نص معلقة من جوز الطيب المبشورة، ونقلب برضو لغاية لما كل اللحمة لونها يتغير. اول لما الاقيها نزلت المية بتاعتها وخلصتها، هبدأ ان انا اضيف عصير الطماطم واسيبهم بقى يتسبكوا مع بعض. عايزة الصوص بتاع التسبيكة ولا يبقى خفيف قوي زي بتاع الطبيخ كده، ولا يبقى تقيل قوي زي بتاع المحشي مثلا. هي درجة وسط ما بين الاتنين. هنا هي كده تمام، خلصت وجهزت. لونها حلو قوي من غير بقى ما نحط صلصة وحاجات كتير. هنبدأ بقى بعد كده الخطوة التانية ان احنا نعمل البشاميل. معايا 7 أو 8 معالق من الدقيق، هحط عليهم 4 معالق من السمنة، علشان انا عايزة يعني كمية بشاميل كتير، لاني هحط ما بين الطبقات بشاميل، وكمان هحط من فوق وش الصينية بشاميل برضو كتير، وعايزة المكرونة تستوي فيها، لان اللازانيا دي مش بنسلقها، يعني في انواع بتتسلق وانواع مش بتتسلق. فاللازانيا اللي معايا النهاردة مش بتتسلق، فالمفروض ان هي هتكمل سواها كله في البشاميل. هبدأ كده اقلب الدقيق مع السمنة لغاية لما السمنة تسخن شوية، وابدأ اشم ريحة الدقيق، وابدأ الاقي كل الفقاعات اللي طالعة منه كده كأنه بيبقبق كده. ده كده معناها ان هو خلاص استوى. هبدأ بقى احط شوية لبن واقلب برضو بالمعلقة شوية. اللبن طبعا كل الدقيق هيشرب اللبن، وبعد كده هلاقي عمل زي شكل عجينة كده. ما تقلقوش، هي دي مراحل البشاميل. لقيته مسك في بعضه كده، هروح مكملة برضو بقية الجزء بتاع اللبن. في المرحلة دي كده دور المعلقة كده خلص. هنستبدلها بقى بالمضرب اليدوي، لان ده اللي هيفك لنا كل التكتلات اللي حاصلة دي. هنضرب بالمضرب جامد لغاية لما كل الحاجات دي تفك في اللبن. اهو كده خلاص كله فك. هنبدأ بقى نحط التوابل بتاعتنا. هحط ملح و2 ورق لورا، وهحط نص معلقة فلفل اسمر، ونص معلقة جوز الطيب. ونستمر بقى بالتقليب علشان ما يكلكعش او يلزق تحت. هزود بقى مية، يعني مش شرط كله لبن، اللي عايز يبقى كله لبن اوكي، اللي عايز يبقى نص الكمية اللي احنا هنحطها من السوائل، نصها لبن ونصها مية، برضو براحتكم.
علشان انا استخدمت المية فحطيت مكعب خضروات وحطيت معلقتين من القشطة. وهنبدأ برضو نقلب تاني. استمر في التقليب كده، وكل ما تتقل شوية نضيف لها شوية من السوائل. خلاص كده انا بطلع ورق اللورة، اخدنا بس ريحة منه كده في البشاميل، وهنبدأ نطلع الورق بتاعه. كده خلاص البشاميل بتاعي قوامه كويس وغلي معايا، فببدأ ان انا احضر الصينية بتاعتي. اول حاجة بحطها طبقة من البشاميل تحت خالص، اول طبقة في الصينية، وبفردها كويس. وبعد كده بفرش فوقيها طبقة من المكرونة اللازانيا، وكمان عليها طبقة من البشاميل، وطبقة من اللحمة المفرومة مع صوص الطماطم. وبكمل كمان مرة برضو طبقة من اللازانيا، وطبقة من صوص البشاميل، وطبقة كمان عليهم من اللحمة المفرومة مع صوص الطماطم. بكمل بقى بقية الطبقات كلها، وتقريبا اخدوا معايا حوالي 4 طبقات من المكرونة اللازانيا. دي اللي هي 400 جرام، العبوة كانت 400 جرام. وزي ما قلت لكم النوع ده ما بيتسلقش. ودي كده اخر طبقة من اللحمة، حطيت عليها اخر طبقة من طبقات المكرونة، واخر كمان طبقة من طبقات البشاميل. كده الصينية بتاعتي جاهزة، دخلتها الفرن، وفي نص التسوية طلعتها تاني، حطيت لها شوية موتزاريلا، وهدخلها تاني الفرن تكمل السوا بتاعها. هنا بعد ما خرجت واخده اللون الجميل ده، والحقيقة الموتزاريلا هنا ما كانتش بتشد قوي، لكن هي يعني الفايدة الوحيدة اللي انا خرجت بيها من الموتزاريلا النوع ده تحديدا، ان هو خلى المكرونة باللون الحلو ده. فده يعني كان اول مرة اجرب النوع ده من الموتزاريلا الحقيقة. هنا انا خرجتها، هي طبعا لسه سخنة جدا فسايحة كل الطبقات بقى في بعض، مش هنعرف نطلع واحدة على بعضها لان هي كده كلها سايحة في بعض طبعا من شدة السخونة. لكن هحاول اوريكم الطبقات بتاعتها قد ايه شهية جدا. حاجة كده بتدفي في السقعة وهي تتاكل سخنة كده، طرية قوي. المكرونة طبعا استوت، وعلى فكرة انا اديتها وقتها كله في الفرن، يعني ما استعجلتش عليها زي المكرونة البشاميل العادية اللي ممكن نستعجل عليها على طول، نروح قافلين الفرن وفاتحين الشواية وتاخد وش وخلاص الموضوع خلص. لا، اللازانيا لازم تاخد كل وقتها، لان المكرونة بتستوي في الصوص بتاع البشاميل. عشان كده يعني اللي عايز يحط موتزاريلا يحطها في نص التسوية، لان الموتزاريلا مش هتستحمل تقعد من اول التسوية لاخرها. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم ان شاء الله، واتمنى الفيديو كان عجبكم. ولو عجبكم ما تبخلوش علينا باللايك والسبسكرايب، وميرسي جدا جدا لمتابعتكم، واشوفكم على خير في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله، وباي باي.